بعملش فيديوهات بقالي كتير، او ما بعملش فيديوهات اصلا كتير بسبب ان انا ما عنديش تفاعل على القناه. انا عايزه كل اللي بيتفرج عليا يعمل لي اشتراك ولايك وفولو. اشتراك هي سبسكرايب. عايز سعيد عليكم. وعلى فكره يا جماعه والله مش هتلاقوا عاهات اكتر من العاهات اللي عندي هنا. انا بجيب فيديوهات والله بتعب جدا، وربنا يعلم ان انا بقعد ادور على خلاصه عاهات الناس اللي الايام دي اللي بتعمل فيديوهات على النت. مش هتلاقوا عاهات اكتر من هنا والله العظيم. فكرت انت عارفه يا استاذه، جلعه النضاره دي ما حدش يعرف يجلعها خالص. لازم أن يكون ملك من ملوك الجمال زي هو اللي يعرف يجلعها. امال ايه؟ برضه الحركه دي محدش يعرف يعملها. عارف ليه؟ لازم امول هي بس اللي تعملها. ملك الجمال اللي جماعه ده، على فكره يا جماعه ده ملك جمال الشرقيه. عاهات ومش اي متخلف يعرف يعملها برضه الحركه دي. مش اي متخلف على فكره. هو لازم يبقى ملك جمال، بس يبقى ملك جمال ايه؟ الهند. هم هناك بيعبدوا البقر، فاهم؟ انت اكيد جاي من هناك. ده حاجه مش ما ينفعش حاجه مع ام ابراهيم طبيعيه تبوظ كل حاجه. جاي على الفسيخ وتغسله بالاريال والكلو. ناويه تشلنا. عيش يا ام ابراهيم زي اي حد يا ام ابراهيم طبيعي. النبي بطلي القرف اللي انت بتعمليه ده. انا واقف على كورنيش اسكندريه مستني الحته الطريه، بطني وجعتني كتير، مسحت التورته بمناديل. ايوه مسحها كمان روق عليها كده. اهلك عارفين الموضوع ده، واهلك رايهم ايه وانت بتمسحها، ولا مشجعينك؟ هي الوان يا ابن الكلب. ليه بنتفرج على حاجات زي كده؟ ليه ليه في فيديو واحد طالع يمسحها؟ ليه؟ طول ما انت مشبع الموتور زيت تصرف على العربية عمرها ما هتتعبك ولا صوتها هيعلى عليك. بصاتك، عضة شفايفك، حاسه ان نيتك وسخه، مش حاسه ان نيتك طبيعيه. وربنا والراجل اللي انت جايباه يصور معاكي غصب عنه اللي واقف ورا عليه ليكي فلوس، ماسكه عليه زله. بصاتك مش طبيعيه. وازاي اصلا تطلعي تعملي بصات زي كده؟ تحسوا ان الراجل اللي ورا ده مغصوب. قال لك والله انا بصور غصب عني يا باشا. انا والله ما مغصوب وربنا. رايح تشتري حاجة ادفع فلوس عشان تشتريها. وسوادي يا سوادي فعلا. لا رش نافع، ولا قفل بلاعة نافع، ولا استعاذ من الشيطان نافع، ولا تشغيل قرآن نافع. هنعمل ايه طيب؟ مدفع ملك جمال الشرقيه مش هجيبك. مدفع ملك جمال الشرقية. معكم ولي من الشرقية على فكرة. وعمري ما سمعت عن الراجل وعمري ما سمعت عن المدفع واتمنى يا جماعة بتوع المبيدات الحشرية ترش في الجو كده، عشان بقينا ربنا مبتلينا بحاجات غريبة والله. جوزي حالف عليا بالطلاق إن ما كنتش نهتم بنفسي ونسبسب شعري ويبقى ريحتي حلوه هيطلقني يا اما يتجوز عليا. ابراهيم وزيت عباد الشمس لترطيب اقوى وقله تساقط وسرعه كثافه الشعر وطفش الناس. طفوش الناس مننا. مش عارفه اقول. انت متجوزه ام ابراهيم اصلا يعني؟ فين جوزك؟ ما بتطلعوش يهز ليه مع ابراهيم؟ ما نقدرش، فلازم نحتني بنفسي ونتبل شعري ونبقى 100. لازم ريحه الفيسه تبقى في شعر لوحدي بتبقى بركه. يجي جوزي كده يشم فيي وينجن ونخلص منه. الراجل ليه حق يتجوز ام ابراهيم ويطفش ام ابراهيم. ما انت قاعده له ليل نهار في اللايفات تفسي بالجياس يا ام ابراهيم. ده القرف. ليه حق يروح يطفش ام ابراهيم؟ ما تيجي تزيني نفسك تحطي زيت عباد الشمس ليه ياما؟ ده برقم عم اثر معاكي في ايه؟ ما بي برضه حلو وجميل وبيدي نتيجه احلى برضه وارخص وتحفه يعني. لو باب الشقة خبط وفتحته لقيتين قدامك بما يرضي الله هتعملي ايه؟ اعمل ايه؟ هتف في وشك تفه محترمه كده، وهقفل الباب واخش اقفل غطا الحمام عشان بقى بيرمي علينا بلاوي. وربنا الرش مش نافع. قعدة حلوة بحبايب لما اتجمع، كل مرة قعد غايب حاجة تمنع. عندك تسلخات في بقك ليه ياما؟ بتكرهنا في اغنية شيرين. مين دي يا جماعة؟ ايه الارض؟ مين؟
كلهم علقه، عضله القلب قويه والتوته مش متشعلقه. حبيني واخلصي وفي قلبي لغوصي. انت التوته مع طب انت مالك يا ابو؟ مال التوته بتاعتك ايه؟ مالك تعبانه ليه؟ مره تمسحها ومره بترقصها، معناها ايه المعلقه اللي تعملها دي؟ ومين يابا بنت المجنونه اللي هتتجوز واحد بيرقص بتوتته؟ مين الواحده اللي هتبقى دي؟ انا نفسي اشوف مراتك المستقبليه واقول لها انت ايه شعورك وهو جنبك بيهز توتته، والدوشه اللي في الشارع دي بقى عاليه قوي. ما تاكلي اكل طبيعي يا ام ابراهيم، ماكو دي اللي انت واخداها تعملي عليها الجمبري. ما تقرفناش يا ام ابراهيم في كل نعم ربنا، ايه الدوشه دي؟ ما تقرفناش يا ام ابراهيم في كل نعم ربنا يا ام ابراهيم، ما تاكلي عدل يا ام ابراهيم، ما عندكيش بوتاجاز. بعيدا عن الديانه او حسب معتقداتهم، هم معتقدين ايه او فاكرين الدين ايه يعني، والحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام. في اطفال يا جماعه بتشوف الكلام دوت، فنحترم نفسينا بقى ونظبط. انت كراجل راضي على شكلك دوت مخرم من كل حته، بقيت عندنا وبقيت عن ميتين ابونا بقى مش قصدي قرف. في اطفال بتتفرج على دوت وبتفتكر ان ده عادي وان ديننا عادي بيسمح بحاجه زي كده، وعايزه كل طفل يتفرج على حاجات زي كده. اتمنى ما يقلدش ويعرف ان ده غلط وده عيب وده حرام. وبجد والله انت راجل يعني راضي على نفسك كده مخرم يا بطال. طبعا امي لما تجيب كرومب بعد كده هقول لها مش ترمي الفارغ، هاخده الفه على قماش فستان نفس الموديل دوت واخرج بيه في سوق الخضار. كفايه كده يا جماعه، انا زهقت وحاسه ان الفيديوهات ممله، وهم اللي بيطلعوا ترند وانتوا السبب ان انتوا اللي بتطلعوهم ترند. مفيش حد بيطلع ترند منه لنفسه، لا احنا اللي بنشجع الناس ديت بالاشتراكات، احنا اللي بنشجع الناس ديت ان هم يستمروا ويورونا عاهات ويخلوا عيالنا يقلدوهم. دوشه عاليه قوي. خصوصا طيبين بقى انتوا عارفين العيد وكده، فمش عارفه اصلا اسجل. اشتركوا معايا في القناه وشجعوني، خليكم معايا واقفين. اتمنى حد يتابعني والله. اشوفكم على خير، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. واللي يلاقي فيديو كده لذيذ حلو عنده تعقيب عليه يبعتهولي، يعمل لي منشن عليه. هتلاقوا الانستجرام موجود في الكابش تحت. كل سنه وانتم طيبين.